عائلة أبو السيع، يا أهلا. قبل حوالي سنة من الآن نشرت فيديو يتكلم عن العنصرية الموجهة ضد اللاجئين، وذكرت فيه تاريخ اللجوء في أوروبا ثم في الشرق الأوسط. أعطيت بعض الأمثلة لممثلين أو فنانين عرب ألقابهم هي ملوك الأحاسيس، بينما هم في الواقع ملوك العنصرية. المهم في هذا الفيديو الفكرة مختلفة لكن المضمون هو نفسه. سنتكلم في بعض أكثر الإعلانات العنصرية، إعلانات شركات كبيرة تضمنت مشاهد عنصرية، أو الإعلان بالكامل فكرته عنصرية وصلت حتى لشركات معجون الأسنان. على سبيل المثال، في عام 2006 كان هناك شركة تايلاندية. هذه الشركة تقوم بصناعة معجون أسنان فريد من نوعه. هذا المعجون هو أسود اللون، فقرروا بأن يقوموا بعمل إعلان ترويجي لمنتجهم. ففكروا نحن نريد شخص أن يمثل معجون أسنان أسود، فمن سنحتاج؟ طبعا إفريقي أسود البشرة. وبالفعل استخدموا رجل إفريقي أسود البشرة. في الفيلم كان هناك طفلة تايلاندية صغيرة تبكي بكاء جنوني. كانت تبكي لأنها ضاع منها لعبتها أو بالونها وعلق في برج عالي جدا. فجاء ذلك الرجل الإفريقي ورآها تبكي، قرر بأن يساعدها في الحصول على البالون، وبالفعل صعد لقمة البرج وأنزل البالون. لكن تلك هذه الطفلة التايلاندية رأته وجاءت مسرعة وأخذت ابنتها بسرعة في حضنها وصرخت في وجه ذلك الرجل. وحين عاد الرجل الإفريقي لمنزله نام على سريره الذي يشبه فرشاة الأسنان. طبعا التايلانديين ذو البشرة السمراء شعروا بالإهانة من هذا الإعلان وطالبوا الشركة بوقف هذا الإعلان فورا. وبالفعل توقفت الشركة عن بث هذا الإعلان وقالت بأنه لم يكن هذا هو قصده من الإعلان. الإعلان الثاني هي لشركة إنتل للإلكترونيات. سنة 2006 نشرت شركة إنتل إعلان غريب جدا. هذا الإعلان أشعل نار الغضب في زبائنها، وحتى أنه أغضب الناس الذين لا يستعملون منتجاتها ولا علاقة لهم في مجال الإلكترونيات، لأن صدى هذا الإعلان وصل لكل فئات الناس بدون استثناء. الإعلان جاء فيه صورة لرجل أبيض بكامل أناقته، والذي يتمثل في دور المدير، وهو طبعا في مكان عمله. وفي الصورة على جانبيه الأيمن والأيسر 6 رجال من أصول إفريقية، وهم راكعون وكأنهم يستعدون لبداية سباق جري. وما زاد الطين بالله. ومقولة فوق الإعلان، هذه المقولة مفادها ضاعف قوة موظفيك. هذا الإعلان تم اتهامه بالترويج للعبودية بشكل صريح من قبل شركة إنتل، لأنه واضح بالصورة أن كل أولئك الأشخاص ال6 هم أفريقيين ومن ذوات البشرة السمراء، ولا واحد منهم أبيض البشرة سوى المدير الواقف وليس الراكع. وكأن هذا الأمر وضع أولئك ذوات البشرة السمراء في ذلك المكان وبتلك الحالة وهم راكعين أمر مقصود، لأنه ببساطة كان من الممكن أن تضع 3 رجال من ذوي البشرة السمراء 3 رجال من ذوي البشرة البيضاء، وبذلك حلت المشكلة. طبعا شركة إنتل لم تنكر هذا الأمر واعتذرت للجمهور ووصفت الإعلان بالمهين وعديم الإحساس. ومباشرة بعد أن وصلت أصوات الغاضبين وصلت للإدارة، فقاموا بإزالة الإعلان من جميع الشوارع. طبعا كل ما خسره هو الاعتذار، حتى لو جرحوا مشاعر ملايين الناس فقط اعتذار يكفي. إعلان شركة فولكسفاجن للسيارات. شركة فولكسفاجن هي شركة ألمانية عملاقة، وبالمناسبة فولكسفاجن هي من تمتلك بورش، لامبورغيني، سيات وحتى الأودي. جميع هذه السيارات هي ضمن مجموعة فولكسفاجن. هذه معلومة غريبة وجديدة فتذكروها. المهم الشركة أصدرت إعلان وصدمت الناس بإعلان غريب جدا. سنة 2006 تم نشر إعلان من شركة فولكسفاجن. هذا الإعلان موجود في يوتيوب من 2006. المهم هذا الإعلان يقوم بالترويج لسيارة جديدة لفولكسفاجن، هي فولكسفاجن بولو. حين يظهر في الإعلان شخص يمثل إرهابي ويلبس زي عسكري وكوفية فلسطينية، ويقود مباشرة نحو أحد المقاهي التي فيها نساء وأطفال، ويتوقف أمامهم ثم يفجر نفسه.
لكن يموت هو فقط داخل السيارة، ولا تتعرض السيارة لأي خدش ولأي أذى، في إشارة إلى الصلابة وقوة السيارة. يتم اختتام المشهد بشعار فولكسفاجن، ثم الجملة الترويجية الأخيرة والتي هي small but off، أي صغيرة لكن متينة، إشارة إلى سيارة بولو الصغيرة. لكن الغريب في الأمر أن فولكسفاجن نفت أن يكون لها علاقة في هذا الإعلان، وليس لها أي علاقة بينها وبين الوكلاء الإعلانيين. هذه المرة إعلان عنصري من شركة نيفيا للرجال. سنة 2010 أو سنة 2011 نشرت شركة نيفيا إعلان لمنتجها. يظهر في هذا الإعلان رجل أمريكي من أصول أفريقية أسمر البشرة، يظهر في الإعلان بأفضل حال، أنيق اللباس، جيد وبدون لحية. هذا الرجل الأنيق يحمل في يده رأس لرجل أسمر إفريقي، هذا الرأس بلحية وشعر غير مرتب. الرجل يظهر وكأنه مستعد لرمي ذلك الرأس مع عبارة كن متحضرا. وقامت إحدى المجلات وهي مجلة إكسوير بنشر هذا الإعلان، وكتبوا عليه عبارة وجاء فيها اظهر وكأنك تكترث، كن متحضرا. طبعا ما إن نزل الإعلان وتلقفته الجماهير حتى نزل وابل من الانتقادات للشركة، وتم وصف شركة نيفيا بالعنصرية وأن الإعلان عديم الإحساس. وواحد من مستعملين منتجات نيفيا نشر تغريدة على تويتر كتب فيها أضيفوا نيفيا إلى قائمة الشركات التي لن تحصل على أموالي. ومباشرة بعد أن وصلت تقارير غاضبة من الناس لهذه الشركة، قامت بحذف الإعلان فورا. تم نشر بيان اعتذار، وجاء في هذا البيان نود أن نعبر عن أسفنا العميق لأي شخص شعر بأذى جراء هذا الإعلان المحلي والموجه، وبعد إدراك أن هذا الإعلان مضلل تم سحبه من الأسواق على الفور. هذه المرة إعلان من شركة سوني بخصوص البلاي ستيشن. سوني وما أدراك ما سوني، أم للبلاي ستيشن يا حبيبي. شركة سوني المنتجة لمنصة الألعاب البلاي ستيشن قامت سنة 2006 بنشر إعلان لجهاز بي اس بي جديد. هذا البي اس بي لونه أبيض، وتم نشر الإعلان في شوارع هولندا في صورة غريبة ومكتوب عليها الأبيض قادم. طبعا أقل نوع من الانتباه والتركيز سيوضح لك بأنه إعلان عنصري. تظهر فيه امرأة بيضاء وواضح في وجهها ملامح العنف والقسوة، وهذه المرأة البيضاء ممسكة بوجه امرأة سمراء بشكل عنيف. طبعا قامت الشركة بالتبرير وقالت بأن الإعلان فقط يعطي صورة عن قوة واختلاف الأبيض الجديد مع الجهاز الأسود القديم، وأن الفكرة الكاملة للإعلان هي إظهار الفرق بين بي اس بي الأبيض والأسود. ولكن هذا الإعلان لقي سخط الناس بنسبة كبيرة في أمريكا، حتى أنه أكثر من هولندا وحتى أي مكان آخر عرض فيه هذا الإعلان. والسبب واضح، لأن أمريكا هي أكثر دولة مازال إلى حتى الآن موجود فيها عنصرية البيض ضد البشرة السمراء. وبين فترة وفترة ما زلنا نسمع في أمريكا مظاهرات عن البشرة السمراء بسبب أن شرطي أبيض قام بقتل شاب أسمر البشرة. هذه المرة إعلان لشركة دوف. قامت دوف بنشر إعلان صابون التنظيف، وهذا الإعلان فعلا غريب. لا أعلم بماذا كان يفكر القائمين على هذا الإعلان عن جد. هل فعلا كانوا في وعيهم أم أنهم كانوا يدخنون المرجوانة مثلا؟ المهم اتفق غالبية النقاد على أن هذا الإعلان هو إعلان عنصري بامتياز. يظهر في الإعلان امرأة سمراء استعملت منتج دوف، وبعدها نزعت قميصها لتتحول لامرأة بيضاء في إشارة بأن المنتج سيزيل الأوساخ المتمثلة في البشرة السوداء ليحولها لامرأة نظيفة بيضاء. وصورة أخرى ظهرت فيها امرأة بيضاء استعملت الصابون لتتحول لامرأة آسيوية، وبعدها نزعت قميصها لتتحول لامرأة بيضاء في إشارة بأن المنتج سيزيل الأوساخ المتمثلة في البشرة السمراء ليحولها لامرأة نظيفة بيضاء. وصورة أخرى ظهرت فيها امرأة بيضاء استعملت الصابون لتتحول لامرأة آسيوية. طبعا الإعلان سبب موجة غضب كبيرة جدا في أمريكا. انتشرت حملة كبيرة من مقاطعة شركة دوف، والمشكلة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة دوف العالمية بنشر إعلانات بإشارات عنصرية. فقبل ذلك في سنة 2011 نشرت الشركة إعلان فيه 3 نساء
قبل وبعد استحمام بصابون دوف، وتظهر في الصورة بشكل واضح امرأة على اليسار ذات بشرة سمراء وفوقها مكتوب عبارة قبل، وعلى أقصى اليمين امرأة ببشرة بيضاء ومكتوب فوقها عبارة بعد، كإشارة إلى أن استخدام المنتج سيحولك من أسمر قبيح إلى أبيض جميل وفاتن، طبعا باستخدام منتجها منتج دوف. هذا هو ما سبب غضب الناس أكثر، رغم أن الشركة خرجت باعتذار عن الإعلان العنصري، ورغم أنه تم حذفه من على صفحة الفيسبوك. وأيضا الشركة نشرت تغريدة على تويتر تقول فيها: نحن نأسف للغاية إزاء الإساءة التي سببها الإعلان. لكن رغم الشركة اعتذرت، يعني هي لم تفعل أي شيء سوى أنها وضعت تويتة على تويتر، لا تعويض ولا غرامة ولا أي شيء، فقط اعتذار. ورغم بأنها اعتذرت إلا أن الشركة لها تاريخ أسود في الإعلانات العنصرية، وليست هي أول مرة، وهذا يعطي شك بأن القائمين على الإعلانات في شركة دوف لربما لديهم توجهات عنصرية ويحاولون إدخال هذه الأفكار عن طريق الإعلانات. وربما شركة دوف رأت بأن جذب الناس يأتي عن طريق هكذا إعلانات، وطالما أنه لن يدفع لا غرامة ولا تعويض فالاعتذار موجود في الدرج. أشوفكم على خير.